دلوقتي احنا في مسجد كان مقر للجنود الفرنسيين، مسجد الحاكم بأمر الله، واللي أمر بإنشائه الخليفة العزيز بالله خامس الخلفاء الفاطميين، وبدأ في بنائه سنة 379 هجري، بس مات قبل ما يخلص بناء الجامع، واللي كمله ابن الحاكم بأمر الله سنة 403 هجري. والجامع كان بيعمل نفس الدور اللي كان بيعمله جامع الأزهر. أما بقى الحاكم بأمر الله ده كان حاكم مجنون، وكان ليه قصص وحكايات كتيرة غريبة، وكان معروف باسم أبو علي، وحكم مصر وهو عنده 11 سنة. ومن ضمن حكاياته الغريبة حرم أكل الملوخية، وأمر الناس إنهم يشتغلوا بالليل ويناموا الصبح. مش بقول لكم مجنون؟ والحكاية الأغرب بقى إنه أمر بتخريب كنيسة القيام ببيت القدس، وكان بيجبر اليهود والمسيحيين على الدخول في الإسلام أو يمشوا من البلد خالص. وبعد كده رجع في كلامه وقال لهم يرجعوا ويعمروا الكنائس تاني، ولا أكن حصل أي حاجة. وبيعتبر الجامع هو رابع أقدم الجوامع الموجودة في مصر، وتاني أكبر الجوامع الموجودة في القاهرة بعد جامع أحمد بن طولون. ويعتبر مدخل الجامع هو أول مدخل بارز اتبنى الجامع في القاهرة، واتخذت الفكرة من مسجد المهد في تونس. وللجامع قصة تاريخية مهمة، وهي إن الحملة الفرنسية خدته كمقر للجنود، واستخدمت المأذنتين كأبراج للمراقبة. والجامع كان في فترة ترميم كبيرة ولسه مفتوح، ولو حابين تروحوا الجامع هتلاقوه موجود في نهاية شارع المعز خلف باب الفتوح مباشرة. ولما الجامع اتبنى من خارج أسوار القاهرة القديمة اللي بناها جور الصقلي، ولما جه بدر الجمال ووسع حدود المدينة أصبح الجامع بداخلها.